السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو نتاعنا لنهار اليوم يلقاكم كاع بأحسن الأحوال. كما كامل شفتوا هذا الفيديو اللي صراحة يضر القلب، الحريق اللي اندلع أثناء غياب الأم. هي قالت راني أنا عندها غير زوج خطوات تاني بشهود عيان وكاع. قالت أنا هبطت غير نشري الحليب، حتى جاوني الناس يجروا ويخبروا فيا كي جات طالعة. قالوا لها باللي النار راها كاينة الفوق. كي قالت لهم واش من ايطاج؟ قالوا لها الايطاج العاشر. قالت لك غير قالوا الايطاج العاشر خلاص عرفتها باللي انا داري. قالت لك جيت انا غير نجري وطالعه باش نسلك ولادي. من بعد الحمد لله كاين دخلت كتلقى انا رمات روحها للنار غير باش تسلك ولادها. قدرتها بنتها مسكينه قالت لك فيها السكر وقعدت تخمم في ولادها وقالت لك بنتي تخلعت وكاع. من بعد غير واحد من الجوارين قالها غير خرجي خرجي ولادك راهم سالكين، وداوها الحمايه وقالوا لها ما كان والو، ان شاء الله ولادك راهم بخير عليهم. اولا الحمد لله على سلاكها هي وولادها. بصح احنا ماذا بينا خاوتي نتفاداو هاد الحوادث اللي كيما هكا، خاصة في غياب الوالدين. احنا ديما نعلقوا ضد الأمهات اللي يقولوا نخلوا ولادنا صغار وندوا الكبار يقراو، ولا يدوا الصغار يقراو ويخلوا الكبار. احنا رانا نهضروا على الكبار، ماشي كبار تاع 15 عام و20 عام، انا نهضروا على الكبار مثال تاع 10 سنين 8 سنين، وتروحي تدي التحضيري ولا سنة أولى يقراو، ولا هي تروح للخدمة وتخلي ولادها في الدار. بالضبط على جال هاد الشي. احنا رانا نحكو عن تجربة. بكري الأمهات نتاوعنا كانت كيخلو مع الخو الكبير كان عنده 9 سنين ولا 10 سنين. هذه شوفوا هذه بالرسمي كانت الأم خدامة وتخلي ولادها مع خوهم الكبير. في ميسكم واش كان يدير هذا الطفل الكبير في غياب الأم نتاعو؟ كان يروح يدير تجارب. كي كانت امه ماشي في الدار محسوب هو الكبير تخليه مع خاوته الصغار، مره يشعل النار، مره يطلع فوق الخزانه، مره يروح يشوف تجارب يبغي يجربهم في غياب الام. غير الحمد لله هاد المراه قالت لكم انا ربي استر لي اولادي. هذا علاه رسلت هذه الرساله وبغات توضح للناس بلي اوياكم ديري الامان في ولدك، لا بغى صغير ولا كبير. مرات تقولي الكبير نخليه مع خاوته الصغار، يا ودي هذاك الكبير هو اللي راه فار تجارب يضل يجرب. لا بانت له حاجه يقليها، بانت له النار يشعلها، بانت له ما تعرفي. شوفي هاد الاولاد مادام رفع عليهم القلم راح عقلهم صغير ما راهم يعرفوا حتى حاجه. اما لا ما تخلوش، هي صح شوفوا كل شيء قادر ومقدر وربي واش راه كاتب. اما الانسان معليش يدير الحيطه والحذر ويخلي سبحان الله هو المدبر والمسير. اما بالنسبه اللي راهي تخلي ولدها رضيع راقد وتقول لك راهو راقد، انا دروك نروح مطمئنه ونروح نشري ونرجع. تخيلي اصلا مره شفتها في فيديو خلت ولدها راضيع وما شتو تاع برا يديروا الكاميرات، والله غير لا شرقلها. وهذاك الحليب كي شغل هو حاشاكم تقية، وهذيك رجعت له كان هو على كفاه. والله لا خاص شويه يشرق، غير من لطف الله شغل من ديك الشرقه انقلب على فمه. ايمان الحمد لله هذاك الشيء هبط له ما قعدلوش في الماري تاع التنفس، ولو كان راه خنقه. تخيلي يا خاوتي انتي تخلي ولدك راضيع وتروحي تشري، تخيلي يتبحر لك المفتاح، هنا واش تقولي هذا قضاء وقدر وربي كتب لي هاد الحاجه تصرى به ولا بلا بيه. نقول لكم خاوتي الصح يجب الأخذ بالأسباب. ربي سبحانه سخر لك لمن حدوث ضرر. إذا اندلع الحريق وانتي في الدار أكيد راح تشمي ريحة الحريق، أكيد راح تسيطري على النار في بدايتها، تفتحي التواقي تطفي هذيك النار. ديري الاحتياطات تاعك، على الأقل ما قدرتي ديري والو تقدري ترفدي ولادك وتهربي برا راكي سلكتي روح. إما الواحد دايما يا خاوتي يقرا حذره، يقرا حذرو كيما نقولوا الوقاية خير من العلاج. ولادكم راهم أمانة عندنا وراهم أمانة كذلك عندكم، وربي سبحانه هو الستار. بصح احنا ثاني رانا مسؤولين عليهم. ودائما كيما راني نوصي فيكم دائما بالك كاع اللي كانوا متبعيني في فيديوهاتي السابقين من الموضوع تاع ريان دائما كنت نقولها لكم. مرات تقول لك انا راني نرسلو يشري نخاف يخطفوه، نخليه في الدار نخاف يدير حاجه مورايا. إما لا تتحت كثرتها اللي يكون عندها ربعة تقول لك هل كي نروح أنا غير نشري. كاين تاني اخوات ربي يقدرهم تلقاها زوجها يخدم في الصحراء ولا مكاجي ولا محتم عليها باش تبقى مع ولادها. ايماجينو لو كان يكون عندها 4 ولاد كي دير
تديهم للربعة تقودهم باش تشري شكارة حليب. هنا الأخذ فقط بالأسباب يا خاوتي، ودائما تخلي سبحان الله ربي. دائما أدعو اللهم احفظ لي أولادي في حضوري وغيابي بما تحفظ به عبادك الصالحين. مرات في الحضور تاعك ويسروا صوالح، مرات في الغياب تاعك يسروا صوالح. إما لا، اتركي الخلق للخالق وادعي ربي بالحفظ والسلامة. هذا هو خياتي. الفيديو ماناش متأكدين سبب الحريق، هي على حساب التصريحات تاعها قالت كنت مخلية الغدا يطيب. ماناش عارفين هل هذاك الغدا كاش ما توشات نار ولا ريح بالك توشى هذاك ليزار وليزار شعل ما على بالناش، ولا ماس الله اعلم. بالك الايام القادمه لما يكون كان جديد راني نخبركم سبب الحريق باش نتوما تاني تتفاداو. وهذا هو الواحد يدعي ربي الحفظ والسلامه. كثرتها رانا في وقت تاع عطله، بزاف اطفال يخلوهم امهاتهم وراهم. ما تحسيش كاع ولدك هذاك يجرب حاجه، خصوصا راهم يتفرجوا يا خاوتي في الانترنت ويبغوا يجربوا. راهم عندنا والله العظيم لا يبغوا يجربوا، هما عندهم عقلهم مسكين صغير. مرات بالك يشوف واحد يشعل النار، هذاك بالك داروا فيديو هكا عفوي وعرف كيفاش يديروا فات الحال. بصح ولادنا راهم ما يعرفوش. إما لا، دائما ادعوا ربي لكم والاولاد المسلمين جميعا بالحفظ والسلامه. هذا هو خياتي الفيديو نتاعنا نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي يكتب لكم ربي كل ما هو خير، ويحفظكم ويحفظ وليداتكم ويحفظ كل عزيز عليكم. والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء هو اللي يغير الأقدار. إلى هنا أترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.